ينبغي على الإخوان الشيعة أن يفرحوا. لما؟ لأن قناة صفا وعدنان هو داعية لهم. كيف؟ نحن نقرأ من كتبهم، لماذا يغضبون؟ نحن ننشر أصوات علمائهم، لماذا يغضبون؟ نحن لا نغضب إذا قرأوا من تفسير ابن كثير، نحن لا نغضب إذا قرأوا من صحيح البخاري، نحن نفرح لو قرأوا من كتاب الأم للشافعي أو كتب المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي أو كتب ابن تيمية، نحن نفرح. الشهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي. سماحة الشيخ شهيد أهلا بك. حياكم الله. وحياك، ولك 10 دقائق لأن الشيخ عدنان أخذ 5 دقائق والشيخ صالح العزمي سني أخذ 5، فلك 10 مثل السنيين اللذين اتصلا أو اللذين معنا. تفضل. أحسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى التي أتحدث بها إن شاء الله، نبدأ من كلام الشيخ العرعور، وكانت حقيقة فلتة من كلماته التي أطلقها في بداية البرنامج: نحن نقرأ من كتبهم فلماذا يزعلون؟ لا والله ما زعلنا، لكن نحن هذه واحدة. والثانية لا لم نسمع الجزئية الأخيرة، يبدو أن هناك خلل فني لدينا في الاستوديو. سماحة الشيخ شهيد أعد الجزئية الأولى يعني. تفضل. والله ودائما الخلل معي، المشكلة هذا الاتصال مشكلة الظاهر. نعم. لا ما هو الشبكة، يبدو أن الشبكة يعني. تفضل نعد الجزئية الأولانية ثم نقول ثانيا. الشبكة عندنا من الأول. نعم أحسنتم، أنا لا نضيع الحديث في الشبكة. نحن حتى نسمع. قال الشيخ العرعور نحن نقرأ فلماذا يزعلون؟ لا والله ما زعلنا، ولكن أن تأتي بأحاديث نحن ضعفناها أو أحاديث مرسلة، هذا ما لا يقبله العقل السليم. هذه واحد، اكتبها شيخ العرعور. الثانية قال نحن نفرح إن قرأوا من البخاري، ووالله نحن نقرأ وأردنا القراءة من البخاري، ولكن أسكتنا شيخنا العرعور لأن البخاري فيه من المنتجات العجيبة التي لا نريد أن القوم أن يطلعوا عليها. نحن نريد من زمان أن نقرأ من البخاري يا شيخ. خصصوا حلقة غدا الآن أمام الجميع، خصصوا حلقة غد أيها الأحبة لنتحدث مع إخوتنا السنة فيما جاء في البخاري وفيما جاء في رواة البخاري الذين كانوا يسبون عليا ويلعنونه ويطعنون في علي وينالون من علي. اسمعوا أخوة السنة أحبتي، يشهد الله والله العظيم إن في رواة البخاري من كان يسب عليا ومن كان يتعبد بسب علي. والله أحدهم كان يلعن عليا عندما يخرج من المسجد 70 لعنة. والله وأنا أمامكم الآن أفتح معكم هذا الملف الكبير الخطير في حياة المسلمين لتروا أيها السنة إخوتي وأحبتي أن رواة البخاري الذين سطر البخاري أسماءهم بصفحات كتابه كانوا من الذين يطعنون في علي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن مع ذلك الطعن فقد تجاوزوا القنطرة وقبلوا أشد القبول. نحن نريدها شيخنا العرعور، والله نريدها هذه الكلمة منك، والله أحتاجها هذه منك. سلم ذلك الفم الذي أطلق تلك الكلمة، سلمت تلك الشفاه التي أخطأت في بداية البرنامج وأخرجت تلك الكلمات. اخرجوا البخاري الآن، اخرجوا البخاري لنستمع إلى البخاري ماذا يقول عندما يسب الأنبياء، عندما يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أراد الانتحار، عندما يصف الرسول صلى الله عليه وآله بأنه كان عاريا أمام العباس ولم يرى عاريا بعد ذلك، عندما يصف موسى بالعري وخروج سوءته أمام أولئك القوم أمام قومه، عندما نراه يصف إبراهيم بالكذب، عندما يراه يصف عائشة بأنها تغتسل أمام شخص وأمام أخيها من الرضاعة، هذا كله غير مقبول عندنا. نعم، يبدو أن الشبكة فقط صوتي الذي ينقطع، لا أدري لماذا. لا هو يعني صوتك واضح يا شيخ شهيد يعني، لكن القضية بالأمس
يعني اسمح لي القضية بالأمس لا تغير الموضوع رجاء. لا لن أغير، قل ما شئت يا رجل يا شيخ شهيد. الموضوع الذي ذكره الشيخ من فضلك، أنا مقدم البرنامج هنا وأنا الذي أحدد ما أقول وما يقال في هذا البرنامج يا شيخ شهيد. أنت ثالث. بص من فضلك، أنا أترك لك المقام لتقول ما شئت، ولكن القضية أنك مختلف مع زميلك عبد الحميد. فالشيخ عبد الحميد امبارح قال نحن لا نعترف بالبخاري ولا بمسلم، وبالتالي رد عليه الشيخ عدنان فقال ونحن لا نعترف برواياتكم. فاتفقنا على منهج للمناظرة بالأمس مؤداه كتاب الله تعالى، فرد الشيخ عبد الحميد وقال حسبنا كتاب الله، أي مقولة عمر هذا المنهج القذر، أي أن عودتنا إلى كتاب الله فيها قذارة. هذا ما قيل بالأمس. بعد إذن حضرتك، فالآن أنت تقول روايات، نحن نناقش في المناظرة من أول رمضان هذه روايات في أصل عقيدة أهل السنة أم في أشكال وترهات وهرطقات؟ أجب. تفضل. أحسنتم. أجب. يعني نحن نناقش من كتبكم يا رجل أصول الاعتقاد لدى الإخوة الشيعة، لكن هاتي لي نصا في البخاري أو مسلم. يعني أنا مش فاهم، يعني ده منهج يا شيخ شهيد. يعني هذا ما أردت أن أوضحه. تفضل قل ما شئت عن البخاري ومسلم ونحن نستمع إليك طوال الحلقة. تفضل. اخوتي الاحبه من سنه وشيعه، انتم تظنون انه اذا تكلم انا اسكت. لا والله ما اسكت، انا ابقى اتكلم، ولكن هذا المخرج هو الذي يقطع الخط عني. عشان ما ينفعش اثنين يتكلموا في وقت واحد يشوشوا على بعض. ما ينفعش اثنين فنيا يا شيخ شهيد، فنيا لا يصح اثنين يتحدثوا في وقت واحد، الصوت هيتداخل، مش هينفع حد المشاهد يفهم حاجه. فعشان توصل فكرتي وترد انت عليا، بس هذا الانقطاع فقط لكي اوصل فكرتي ثم ترد انت. قل ما شئت في وقتك، وقد اخذت منك دقيقه، لك 11 دقيقه. تفضل. تمام. احسنت. تفضل. الان المنهجيه منهجيه الشيخ قال نحن نفرح ان قرأوا من البخاري. تفضل. صوت ما عندي الظاهر. تفضل. الآن الصوت رجع. أقول أنا أتذكر أخي الكريم محمد، أنا أتذكر الأستاذ أحمد ديدات، وأنت تتذكره جيدا أيضا، عندما كان يتحدث مع النصارى في مداخلة عظيمة حتى أنها عرضت في أكثر الشاشات، طلب من القس النصراني أمام الجميع بأن يقرأ من كتابه الإنجيل قصة لوط مع ابنته، فتوقف ذلك الرجل. شيخك العرعور. نعم تفضل. الشبكة يبدو أن فيها مشكلة. نحن ننتظرك شيخ شهيد ونسمعك، يعني لكن لا نسمعك يعني. لا صوتي جيد. نعم صوتي جيد، ولكن قل للمخرج عمر لا يقطع الصوت من عنده. يعني صوتي جيد. عمر مش موجود النهارده يا شيخ سعيد، يعني والله ان يا رجل ان ننتظر مداخلتك يوميا ونسعد بها، واخد بالك؟ يعني سعاده غامره لنا ان نستمع اليك والى سماحه الشيخ عبد الحميد، واقسم لك على ذلك، لكن يبدو ان الشبكه لا يقطع صوتي. تفضل. هو عمر ليس موجود اليوم. الان عمر انت تقول البارحه يا عمر اعطنا دقيقه، المخرج عمر يعطينا دقيقه. لا اليوم مش موجود، انا بقول لك اليوم ما تتدخلش المسائل. تفضل نحن نسمعه. على كل حال لا حول ولا قوه الا بالله. ارجع واقول شيخنا العرعور بوركت على تلك الفلسفه التي خرجت من فيه. الان اقرأ لنا امام الجمهور ايها الحبيب ذلك الحديث، اكتب الرقم، اكتب امام الجمهور، اخرجه على الشاشة مثل ما تخرج الاحاديث. عصافور، كان اسمه فور، رجعنا الى احاديث الشيعة حتى الضعيفة لم نجد فيها فور، ولكننا وجدنا في البخاري انها كانت بالجاهلية فاجتمعت عليها القرود فهجمت. لا ادري هل التكليف صار عند العرعور مع شيخه البخاري أنه يشمل حتى الحيوانات؟ هذا الذي لا ندري به، مع أن البخاري يتهم صلى الله عليه وآله بأنه يريد الانتحار
واتهم حواء بالخيانة عندما قال لولا حواء لم تخن امرأة زوجها قط، وهذا اتهام لزوجة نبي من أعاظم الأنبياء وهو آدم. كذلك هذا طبعا الحديث في باب خلق آدم. وحديث موسى العاري نتمنى من شيخنا العرعور أن يكتبه أيضا ويخرجه أمام الناس ليرى الأخ السني ما موجود في البخاري من اتهامات للأنبياء ولزوجات الأنبياء، وأنهم يفعلون المعاصي وأنهم يفعلون ما يفعلون ويخرجون كذلك أمام قومهم بدون ثياب. وهذه كذب كذلك إبراهيم كذب 3 كذبات. عزرائيل ملك الموت عندما جاء لموسى ضربه موسى بضربة فقعت عينه فرجع إلى ربه يقول ربي أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت فأرجع الله عينه. والله هذه من المضحكات أيضا، من المضحكات الكبيرة في تاريخ في ذلك الصحيح الذي تسمونه صحيحا أعزة السنة، وأنتم لا تعلمون ما الذي فيه من مخازي وطامات عظيمة. ذهب الصوت على كل حال. الآن عاد الصوت. أقول شيخنا العرعور حلقة يوم غد في البخاري، أتحب ذلك؟ حلقة يوم غد في البخاري وبعد الغد في رواة البخاري الذين كانوا يطعنون في علي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه إن شاء الله نجعلها يوم الغد إن أحببت، حتى تكتب هؤلاء، اكتبهم اسحاق بن سويد العدوي، قيس بن ابي حازم، كذلك عبد الله بن شقيق العقيلي، عبد الله بن زيد ابو قلابة الجرمي، مغير بن مقسم الضبي، ربيعة بن يزيد السلمي، دحيم الشامي الذي كان يخرج من المسجد فيلعن عليا 70 لعنة، ابو عبد الرحمن السلمي، حسين بن نمير الواسطي، حريز بن عثمان الرحبي، هذا الشخص الذي كان يكره عليا عندما سئل لماذا تكره علي قال هو القاتل اجدادي في صفين، ميمون بن مهران، خالد بن عبد الله، عمران بن حطان، وما أدراكم ولا أحب السنة مع عمران بن حطان. اسألوا عنه الذهبي، اسألوا عنه بالكثير، اسألوا عنه القوم، قولوا لهم من عمران بن حطان هذا؟ عمران بن حطان الرقاشي الخارجي يقول في قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، يتحدث عن علي أنه شر الخلق ومع ذلك يأتي البخاري فيروي عنه. شكرا